واش فعلا ابنة الفنان الكبير المحبوبة نجاة عتابو وراء القضبان بسبب حادث سير مميتة؟ الساعات القليلة اللي فاتت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب تقلبت رأسا على عقب بسبب هذا الخبر الصادم. موت، إصابات خطيرة وصمت غريب ومريب من طرف العائلة. خليكم معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو حيت غادي نكشفوا تفاصيل وحقائق اللي بزاف ديال الصفحات ما هضروش عليها، وغادي نفهموا علاش نجاة عتابو اختارت تسكت في هذه الظرفية الحساسة. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديو. مرحبا بكم معنا في قناتكم اخبار وان. مؤخرا تداول عدد كبير من المنابر الاعلاميه والصفحات الكبرى على انستغرام وفيسبوك اخبار كتفيد بتوقيف ابنه الفنانه المغربيه نجاة عتابو. شنو وقع بالضبط؟ على حسب المصادر المتطابقه هذه الشابه كانت في سيارتها ووقعت حادثه سير توصفت بالخطيره جدا بعد ما صدمت دراجه ناريه كانوا راكبين عليها شاب وشابه. الكارثه هي ان قوه الاصطدام ادت لوفاه الشابه في مسرح الحادث الله يرحمها ويصبر اعلى، بينما الشاب تم نقله للمستشفى بحاله حرجه جدا باش يتلقى العلاج. السوشيال ميديا ما كترحمش، مجرد ما تسرب الخبر الناس تعاطفت مع الضحايا، ولكن في نفس الوقت كاين هجوم كبير وتساؤلات كثيره. كيفاش وقعت الحادثه؟ واش السرعه المفرطه هي السبب ولا كاينين عوامل اخرى؟ القانون المغربي واضح في هذه الحاله. حوادث السير المميته كتدخل فيها النيابه العامه بشكل مباشر، كيتم فتح تحقيق دقيق، تفريغ كاميرات المراقبه اذا كانت في الشارع والاستماع للشهود. يعني القضيه ماشي سهله اذا ثبتت مسؤوليه، العقوبات كتكون صارمه بغض النظر على شكون هو الشخص ولا شكون هي عائلته. الحاجه اللي خلات هذه القضيه تاخذ هذا الحجم الكامل هي الصمت. الفنانه نجاة عتابو اللي كنعرفوها كاملين بصراحتها وقوتها وتواصلها الدائم مع الجمهور، اختارت في هذه اللحظه الصمت المطبق. ما كاين لا تاكيد لا نفي، لا ستوري على انستغرام ولا بلاغ صحفي. هذا الصمت خلى الباب مفتوح على مصراع الاشاعات. كل كيقول بلي الصمت هو دليل على صحه الخبر وبلي العائله في صدمه وكتحاول تحل المشكل قانونيا بعيدا عن الشوشره، وكاين اللي كيقول بلي ربما الخبر فيه مبالغه وكيسانوا الوقت المناسب باش يخرجوا بتوضيح. اداره الازمات عند المشاهير صعيبه بزاف، اي كلمه تقال دابا تقدر تحسب عليهم، خصوصا انه كاين روح طاحت في هذه الحادثه الماساويه. في النهايه حنا كصناع محتوى وجمهور خصنا نردوا البال واحد الحاجه مهمه قبل ما نكونوا قضاة في مواقع التواصل الاجتماعي. خصنا نتذكروا بلي كاينه عائله مكلومه فقدت البنت ديالها وشاب كيصارع الموت في السبيطار. دعواتنا بالرحمه للفقيده والشفاء العاجل للشاب، وفي نفس الوقت المتهم بريء حتى تثبت ادانته. التحقيقات الرسميه هي الوحيده اللي غتبين لنا الحقيقه الكامله وملابسه هذه الحادثه. الايام القليله القادمه اكيد غتكشف لنا التفاصيل جديده وغادي نكونوا سباقين باش نشاركوها معكم ان شاء الله فور صدور اي بلاغ. دابا بغيت نسمع الراي ديالكم، نتوما اللي كتفرجوا فيا دابا، شنو رايكم في هذه القضيه؟ كيفاش كتشوفوا صمت عائله نجاة عتابو؟ واش هو تصرف حكيم ولا كان خصهم يخرجوا ويوضحوا للراي العام؟ خليو لي الاراء ديالكم في التعليقات لتحت، غادي نقراهم كاملين ونجاوبكم. ما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، شاركوا مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس، والمرجو الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. كنتم مع قناتكم اخبار وان اللي كتجيب الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. شكرا على المشاهده ونلتقاو في الفيديو الجديد ان شاء الله، مع السلامه.